مساء الخير. كتير كنت بستغرب فكرة إن إزاي حد بيحب حد وبيحاول طول الوقت يغرقه مشاعر واهتمام بأي شكل، وتلاقيه متنوع مش بيدي نفس المشاعر والاهتمام ديت بنفس الطريقة، وتلاقي اللي قدامك مش بيديك نفس الاهتمام بنفس الطريقة اللي انت بتديله بيها الاهتمام. كنت في الأول بشوف الشخص ده وحش وقاسي وبيستغلني ومش بيقدرني، وممكن الكلام ده يكون صح، بس في الآخر عرفت إن مش على طول الإجابة بتكون كده، وإن كل شخص ليه طريقة في التعبير عن مشاعره. علشان كده الناس مش دايما بيكونوا مرتاحين في علاقتهم مع بعض. فمثلا بقى لو حد بيحب الاهتمام المفرط قوي، ده بالنسبة له الحب إن هو يكون مع حد بيحبه طول الوقت، حد يعرفه كده كل شوية يقوله إن أنا بحبك، يتكلموا على طول يعرفوا قد إيه هو بيحبه على طول، يحدفوا بعض بالدباديب. ولو هو بقى مع حد مش بيفكر بنفس الطريقة ديت أو بيعامله بأقل من معاملته ليه، مش هيبقوا مرتاحين مع بعض، رغم إن الاتنين ممكن يكونوا بيحبوا بعض فعلا، بس الأولاني هيفضل شايف التاني اللي هو مش مهتم بيه، والتاني شايف الأولاني اللي هو ربطه عايزه ليه على طول. ولو الشخص مثلا بالنسبة له الحب ده هو التعبير عن الحاجات المادية اللي بيقدمها، زي المجهود اللي بيعمله الأب طول اليوم في الشغل عشان يوفر حياة كويسة لمراته وأولاده، هو ده أسمى لغات الحب بالنسبة له. بس مراته بقى بالنسبة لها الحب الكلام الحلو مثلا، فالطرفين عمرهم ما يكونوا مرتاحين. الزوجة ما لقتش الحب اللي هي عايزاه من وجهة نظرها هي، فبتبدأ تزهق وتعمل خناقات بقى ونكد على جوزها، والزوج كمان بيبدأ يشوف ان مجهوده وتعبه مش متشاف ومش متقدر. الحل هنا ومن وجهة نظر ان كل شخص يختار اللي يناسب طريقة تفكيره ديت من البداية. ولو لقيت ان الشخص ده مش بيفكر زيك، سيبه ودور على حد شبهك، وهو ربنا يبقى يكرمه بحد شبهه، وده الافضل للطرفين. بالتأكيد عمري ما هقول نفس النصيحة لاتنين متجوزين واخليهم يهدوا بيتهم عشان يعبروا عن حبهم، هيبقوا محتاجين يتكلموا مع بعض اكتر، بس كل واحد يفهم احتياجات التاني، وفي نفس الوقت لازم كل طرف يستوعب اختلاف الطرف اللي قدامه. اكيد هيبقى مختلف في التعبير عن الحب، ساعتها بقى لازم الطرف ده يستمتع بالطريقة ديت. لو فكرت في الكلام ده بقى هتلاقيه بينطبق على كل انواع العلاقات، مش بس في العلاقات العاطفية. في النهاية انا عايز اقول لكم حبوا بعض، حبوا بعض بالطريقة اللي ترتاحوا بيها،